يا مساء وعسل ومساء وسكر مساء ونواعم العيد، كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم. عيد سعيد عليكم يا رب. النهاردة بنبدأ مع بعض نواعم العيد، وأنا بحب جدا أبدأ بالبيتي فور لأنه هو بالنسبة لي السهل الممتنع. سهل يعني من أول لحظة هتعمليه مظبوط جدا لو مشيتي بالمقادير. ممتنع لان ناس كتير قوي بتخاف منه. النهارده هنعمله بكل سهوله وبكل بساطه، بينجح معاكي من اول مره لو مشيتي بالظبط بنفس المقادير اللي انا هديها لك. بيطلع بالجمال ده ولا احلى حلواني. تعالوا نشوف المقادير بتاعتنا بتقول ايه. انا هنا معايا 750 جرام من الزبده، كيلو دقيق، معايا 200 جرام من السكر البودر، بيضتين كاملين وصفار بيضه، معايا معلقتين او 3 كاكاو خام على حسب ما انت ما بتحبي لون الكاكاو او الشوكولاته اللي هنقسمها. تمام كده. اول حاجه خالص هبتدي يعني اضرب الزبده لوحديها ضربه كويسه جدا لغايه لما تنعم معايا كده وتبقى سايحه، مش سايحه يعني كريميه قوي. انا هبتدي اخفف بس على المضرب بتاعي وابتدي اقطع الزبده بتاعتي مربعات صغيره علشان تبقى سهله عليه، لان انتوا عارفين طبعا يعني المضرب مش زي العجان. انا مش عندي عجان، بضرب بالمضرب العادي كهربا زي اي بيت مصري. فانا قطعتها حتت صغيره كده علشان نسهل على الايه، على المضرب. بس دول قد ايه؟ 750 جرام، مش بدرجة حرارة الغرفة، يعني هم طالعين من التلاجة، مش هم سايحين قوي وفي نفس الوقت مش ماسكين قوي. ضربتهم ضربة كده. طبعا انا بقصر معاكي الفيديو، فدي اول ضربة. بعد اول ضربة وتكسير المربعات كده بتبقى الشكل دوت. هنبتدي بس نلم كده الجوانب. اكتر حاجة المفروض تعمليها وتركزي عليها ان فوق يبقى زي تحت، لان ده مش عجان هيلف مع نفسه. لا، انت لازم تجيبي الجوانب كده وتنزليها لتحت شوية وتبداي تضربي من اول وجديد. مش هحط السكر دلوقتي خالص غير لما ينعم معايا بالشكل ده ويبتدي الزبدة لونها تفتح. انا حاطه الموضوع ده او حامله المقادير كلها في طبق اصفر علشان تشوفوا لون الكريمه او لون اللبن، سوري، لون السمنه لما بتتضرب توصل لغايه انهي درجه. في المرحله دي نزلت بالسكر البودر. انا بضرب السكر بتاعي في البيت لغايه لما ينقع كده واحط ايدي عليه الاقيه مش مخرص. هبتدي انزل بالبيض بتاعي. انا حاطه بيضتين كاملين وبيضه صفار بس. لو انت عايزاه ناشف او ماسك نفسه كويس قوي بتحطي 3 بيضات كاملين. طبعا نزلنا بحبه فانيليا، تقدري تستخدمي سايله او بودره زي ما انت ما عايزه. لو عايزاه ناعم جدا من لدرجه ان انت ما تقدريش تمسكيه بايدك يعني هتحطي ال3 بيضات بتاعتي صفار بس. تمام كده. انا بحبه وسط، يعني يبقى بالقوام اللي انتوا هتشوفوه كده في اخر الفيديو. تمام. اول حاجه كيلو الدقيق انا اخدت منه معلقتين دقيق، وهي دي اللي هتظبط معايا القوام. لازم نشيل الاول المعلقتين الدقيق دول. انا بص العجينه اهي الناحيه التانية، الزبده مع السكر مع البيض لم زي ما انتم ما شايفين كده. وجبت الجوانب برضو وضربتها كويس. هبتدي ادخل كميه الدقيق اللي عندي. اهم حاجه ان انا ادخل فيه طراوه ويكون الايه الدقيق بتاعي يعني رطب كده يعني هش، يعني مش لازم اقوم دلقه كيس الدقيق كله. لا، بنروحها كده احنا نتعامل مع الحاجه بنعومه علشان تطلع مننا حاجه هشه كده وجميله. انا بستخدم او انا استخدمت في الفيديو دوت دقيق الكوثر. تقدري تستخدمي اي دقيق تكوني انت واثقه فيه وتكوني انت مجرباه قبل كده. هو يعني كيلو دقيق كامل الا معلقتين اللي احنا شلناهم مع بعض. هبتدي بقى ادخل كده كل الكميه بتاعت الدقيق في العجين اللي معايا. عايزه اقول لكم على حاجه يا جماعه، البيتي فور ما بيتحطلوش بيكنج باودر خالص. البيتي فور ما بيتحطلوش بيكنج باودر خالص. محدش يجي يقول لي بقى لا هيبقى مكتوم ومش هيبقى مظبوط. لا، بالعكس بيبقى هش جدا وناعم جدا جدا، وهتشوفوا بنفسكم. تمام كده. هبتدي اقسم العجينه نصين. اخدت النص الابيض او الفانيليا على جنب وحطيت النص التاني دوت في طبق تاني، وهنزل عليه بكميه الكاكاو. هفضل ازود كاكاو لغايه لما اللون يعجبني. تمام كده، او يظبط معايا. اهم حاجه اللي انت تدخلي الكاكاو، لان انت شايفه فيه بص الحبيبات الصغيره دي دي هتضايق معانا في العجين وهتكلكع وهتبقى مش اظرف حاجه. تمام. انا مش عايزه عجينه متماسكه. انت علشان احنا هنستخدم الكيس مش هنستخدم المكبس، فالعجينه بتاعتي هتبقى شويه ملزقه، شويه هتبقى كتير ملزقه. بس ده علشان تنزل معاكي بسهوله جدا في الكيس. اما لو انت هتستخدمي المكبس يبقى مش هتشيلي اصلا المعلقتين الدقيق اللي احنا شلناهم في الاول. انا وريتك هنا القمع وهسيبلك الصوره بتاعته علشان تشوفي شكل القمع بتاعك هيبقى عامل ازاي. هسيبهولك على جنب يا اما في صندوق الوصف. بصي بينزل معايا بكل سهوله.
اثناء ما انا بقى ببتدي اشكل كده، انا كنت شغلت الفرن على درجة حرارة 180 واسخنه كويس جدا. هنا بقولك لو فيه واحدة ما عجبتكيش بتقدري تشيليها بكل سهولة وبتنزلي مكانها. اهم حاجة تظبطي ايدك في الرسمة او في الضغطة علشان تنزل متساويين على قد ما تقدري. كمان لما بنملى الكيس يعني ما بنحطش الكيس كله تحت ايدينا، بيبقى نص الكيس من ورا اهو مليان، وباخد بس على قد الحتة اللي انا اضغط عليها علشان قوام العجين بتاعي ما يتأثرش. تمام كده. ابتدي اضغط ضغطة بسيطة وبكل سهولة هينزل. انا عملت كل الكمية دي من الابيض، وكمان هعمل قدها كمان الشوكولاتة، او يعني ده الفانيليا، وهعمل كمان يعني الشوكولاتة في نفس الكمية دي بالظبط. اهو ده كمان الشوكولاتة، انا حبيت اللون ده، تقدري تفتحي او تغمقي الشوكولاتة على حسب ما انت عايزة. ممكن تستكفي بمعلقتين بس كاكاو، ممكن تستكفي بمعلقة واحدة على حسب ما الكاكاو بتاعك ما بيديكي يعني اللون. تمام. بس كده. كل ما العجينة كانت سهلة وسلسة وخفيفة، كل ما كانت نزلت بسهولة زي ما انت ما شايفة، وما عذبتكيش وانت بت ايه بتشكلي. وزي ما قلنا لو انت هتعمليها بالمكبس يبقى ما بتشيليش اصلا معلقتين الدقيق ده بقى. بس بعد ما طلع بيقعد تقريبا قد ايه في الفرن؟ بيقعد تلت ساعة تقريبا، مش اكتر من كده. بياخد اللون ده بس يا دوبك، بيبقى لونه جميل جدا وريحته جايبة لاخر الشارع. بس كده اهو، ده الكمية اللي انا طلعتها. يلا بقى نبتدي نزوق. اهو بص بقى، هتبان قوي هنا قد ايه هي ناعمة، وكمان بصي مبصمة في ايدي. يعني السمنة جميلة جدا، زي ما دخل زي ما طلع، ما نفش مني خالص، وطالع يعني مظبوط بالشعر. تمام كده. تمام. هنبتدي بقى نزوق. معايا شوكولاته في المصاص اسود والوان، ومعايا جوز هند، ومعايا مربى. انا بحب الزق بمربى المشمش، مش مربى فراوله. معايا شوكولاته بيضه ودارك، وكمان شوكولاته بالحليب. وهنبتدي نعمل اشكال. انا هوريكي افكار بسيطه وانت عليكي الابداع. تمام كده. هبتدي بس اقرب الحاجه مني كده، وابتدي بقى اجرب كده كام واحده كده. اكتر نوع انا بمله او بحبه قوي هي الشوكولاته، سوري، هي المربى اللي معموله بالجوز الهند. بحس ان الخلطه دي بتوديكي في حته تانية، طعمها جميل جدا جدا ومميز. كمان كتير منكم بيقول ان المربى بتنعم البسكوت او بتخليه يطرى. ابدا، هو اصلا يا جماعه ما بيلحقش يقعد، صدقوني، علشان يطرى او ما يطرقش يعني. بألف هنا وشفها على قلب اللي هياكل. دي كل الكمية اللي طلعت معايا من الكيلو الدقيق. عمل كل الكمية دي. طبعا بعد التزيين هيبقى أقل كتير. دي كده شوكولاتة أنا هسيبها بالطريقة دي، وبعد كده بعمل عليها خطوط أبيض زي ما انتم ما شفتوا في أول الفيديو كده. وشكل البيتي فور نفسه من امتع الحاجات اللي الولاد بيتبسطوا بيها قوي ويحسوا بطعم العيد فيها، ان هم يقعدوا يزينوا مع مامي كده البيتي فور، ويحسوا بلمة العيد او الفرحة بتاعة العيد. بصي انا عايزة اقولك انت تقدري تعملي البيتي فور ده حتى لو هو من غير زبدة. اعمليه بسمنة عادي علب وفرحي ولادك. ولو حتى كمية نص الكمية اللي انا عاملاها، اقل من نص كيلو مثلا يعني ممكن تعملي كوبايتين. قللي الكميات وفرحي ولادك، ولو حتى بحاجة بسيطة. يعني خلي ريحة البيت كده كحك وبسكوت وعيدي، واملي البيت فرحة الميلاد. برضو بتبقى ذكرى معاهم جميلة ومميزة. مهما كانت الحاجة بسيطة، بس فرحتها هتبقى كبيرة. انا ابتديت الزق بقى اشكال زي ما انتم ما شايفين كده. دي شوكولاته بيضه بقى، وهي ابتدي الزق لان الاولاد اكتر حاجه بيحبوها الشوكولاته. فانا هنوع كميه شوكولاته كتيره علشان ما نقعدش نتخانق على الشوكولاتات. وبصراحه لان هم صاموا يعني معايا فتره طويله من الصيام، فانا لازم اكافئهم واعمل لهم اللي هم عايزينه. انا هخلص بقى كل الكميه لان العدد بقى كبير قوي زي ما انتم ما شايفين كده. عملت كل الكميه وخلصتها، اخدت مني وقت كبير. هنبتدي بقى نرصصها في حاجة مميزة كده تبين حلاوتها وتبين شياكتها. يعني اللي يشوف العلبة في أول الفيديو ما يتخيلش خالص خالص إن احنا اللي عاملين الحاجات دي بإيدينا. بس احنا أشطر من أي محلات، احنا ستات شاطرين جدا بنعرف نعمل يعني بأقل التكلفة حاجات كتيرة في البيت. بصوا جمال جمال جمال، وريحة الشقة كلها بقت يعني ما اقولكيش. انت اكيد عارفة ده كويس، وعارفة سر الفرح يعني في الحاجات الحلوة البسيطة اللي انت بتعمليها، وقد ايه بتبقي مبسوطة لما حاجة معاكي بتنجح. بجد جربي البيتي فور، يعني المقادير امشي عليها مظبوط جدا.
من الحاجات السهلة اللي ممكن تظبط معاكي من اول لحظة ومن اول مرة، ومش هتاخد منك اي مجهود. هي بس مجهودها كله في التزيين، وده ابداع ليكي انتي. زي ما انت ما عايزه طلعي، وزي ما امكانياتك اعملي. حابه تزوقي بالمكسرات زوقي، حابه تعملي فستق لوز، على حسب امكانياتك اعملي. المهم ان انت تفرحي ولادك بحاجات بسيطه خالص. بصوا قد ايه جميل وطلع شكله منظم، وقد ايه كان هش وحلو قوي قوي قوي. يلا بقى، انا نسيت اقولك في وسط الكلام كتير، ما تنسنيش في اللايك والشير لو عجبك الفيديو، واستني بقية وصفات النواعم، واشوفك في فيديو جديد. باي باي.